ودعا القائم بالأعمال بالسفارة الفلبينية في طرابلس رودريغو أتينزا كافة الدول الآسيوية إلى فتح سفارات لها في ليبيا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز التعاون الدبلوماسي وتسهم في توسيع العلاقات الثقافية والاقتصادية بين طرابلس والعواصم الآسيوية، بما يعكس أهمية الحضور الدبلوماسي المباشر ويدعم الاستقرار. جاء ذلك في تصريح للأحرار على هامش الاحتفال أو احتفال اتحاد دول آسيا الآسيان الذي نظم بالسفارة الفلبينية بطرابلس بمشاركة السفارة الإندونيسية وأعضاء السلك الدبلوماسي والجاليات. وتخللت الاحتفالية كلمات وعروض إسلامية لطلبة كلية الدعوة الإسلامية ورقصات فلبينية تقليدية وأغاني شعبية وأفلام قصيرة تعبر عن أحياء وثقافات الدول المشاركة. خلال 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية والحضور الدبلوماسي في ليبيا لم تتسنى لنا الفرصة لإظهار دور هذه المنظمة ودور الفلبين باعتبارها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة. ونحن نتطلع أيضا إلى تمثيل دبلوماسي أكبر من آسيا، على وجه الخصوص الدول الآسيوية التي ليس لها تمثيل دبلوماسي بعد في طرابلس. ندعوهم للحضور إلى طرابلس. اليوم نحن من السفارة إندونيسيا وكذلك السفارة الفلبين في تعاون لأداء حفلة يوم اتحاد الدول شرق جنوب آسيا 59 يعني.